بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده احنا في اب تاون كايرو. هنلفت نظركم لحاجه سريعه كده. اولا قلنا اي نباتات عندي ما ينفعش نباتات تبقى متداخله بالطريقه دي. هنصورها من بعيد اهي. تداخل بين النباتات وبعضها البعض بالطريقه دي، الكرباسه زي ما احنا بنقول كده، نباتات كلها متشابكه، ده بيزيد من الاصابات الفطريه والحشريه. وما ينفعش يبقى عندي اشجار بالارتفاع ده. يعني شايفين شجره الرمان طالعه دور وداخله على الدور الثاني اهي. شجره الرمان واخده مساحه ضخمه، ده غلط يا جماعه. كل ما النبات بيضخم كل ما انتاجه بيقليل، كل ما المكافحه بتاعته بقت صعبه. يبقى اول حاجه هنلفت نظركم ليها، تداخل النباتات في بعضها بالطريقه دي غلط. لازم يكون عندي مقص شغال كل سنه بيقلم النباتات، بنفكك النباتات من قلبها. لازم قلب النبات يبقى داخله شمس وتهويه كويس. خلاص. طيب الحاجه الثانيه، بنحذر من كتر الميه. وقلنا يا جماعه للاسف الجزئيه دي لاحظناها في اماكن كتيره، الميه كتير قوي، بتدوا ميه كتير نتيجه ان بيظهر عندك طحالب اهي. الخضار اللي انت بتشوفه ده، الارض الخضراء دي، كل دي طحالب يعني فيه ميه كتير اهي. كل الخضار اللي انت شايفه ده اهو، ده نتيجه الميه الكتير. قلنا سابقا ان اي ثمرة عندي خاصة في ثمار زي الرمان هتصاب بذبابة الفاكهة، المفروض ان انا احميها مقدما من ذبابة الفاكهة. وقلنا ان ذبابة الفاكهة حشرة صغيرة بتحط البيضة في الثمرة، البيضة تفز تبقى دودة. ازاي نحمي نفسنا من ذبابة الفاكهة؟ بالفرمون الجنسي الجاذب للذكور، بالمواد الغذائية الجاذبة للذكور والإناث، والرش الحشري بمواد جهازية. ما تبقاش مبيد ملامسة، لازم يلمس الحشرة عشان يأثر عليها. مبيد جهازي بيخترق نسيج نبات. بتيجي ذبابة الفاكهة دي حشرة تعتبر من الحشرات اللاعقة، يعني بتخربش سطح الورقة عشان تتغذى على العصارة، فتمص العصارة يبقى فيها المادة الفعالة فتموت. منعليش الشجر بالطريقة دي. أي ثمار عندي تلفة زي كده أهي، كل ده غلط اهو. لو فتحنا الثمرة ده طبعا يأذيك اهو. ادي الثمرة كمان عفنت، السبابة ظبطها، حصل إصابة. الثمرة اتكون عليها فطريات، ده فطر. كل العفونة اللي انت شايفها دي فطريات أعفان الثمار، أصبحت بالطريقة دي تعديلك كل المحيط اللي انت فيه، الجنينة بتاعتك ومحيط اللي انت فيه. طيب نيجي لحاجة أخيرة هنا، الظل. أشجار الفاكهة كلها أشجار شمس. دي شجرة أفوكاتو ما طرحتش كويس نتيجة وجودها في الظل. وجود الظل في النبات خطأ. في هنا دي شجرة برتقال، عملنا تفكيك لقلب الشجرة زي ما انت شايف اهو، كل ده اتقص لسه مقصوص. أصبح قلب الشجرة لو صورناه اهو مفتوح للشمس. الشجر ما يعلاش أكتر من 2 متر ونص. أقصى ارتفاع لأي شجر عندي في المانجا البذرية يبقى 4 متر، المانجا المطعومة 3 متر، أكتر من كده لا. طيب جزئية تاني، الأرض اللي تحتي دي، الأرض اللي احنا شايفينها، المفروض الأرض دي كل فترة تتعزق. يعني إيه تتعزق؟ يعني نحفر نخربش الأرض دي، واللي فوق نجيبه تحت، وهكذا. نجيب فاس بنحفر بيها ونخربش الأرض دي نعزها. إيه الهدف من العزيق؟ الحشرات دايما بتحط البيض بتاعها تحت الورق اللي انت شايفه ده اهو. خلاص، الحشرات دايما كل الحاجات دي اللي انت شايفها دي بتحط البيض بتاعها. البيض يفقس، تتربى هنا اليرقات. الحشرة لما بتيجي تدخل من مرحلة لمرحلة، من يرقة للحورية العذراء، يعني بيحصل لها انسلاخ، بتيجي تنسلخ برضو على السطح الخارجي للتربة تحت الورقة اللي احنا شايفينه. يبقى دايما لما نيجي باستمرار نرش حشري، نرش الأرض دي، الأرض اللي تحت نباتات دي نرشها مع الرش الحشري اللي بنرشه. دي رقم واحد. رقم اتنين، الأرض كل فترة نعزق الأرض، لازم الأرض تتعزق. لما اعزق الارض انا كده بخف من الاصابات الحشريه اللي عندي. دي حاجه بنسميها المكافحه الطبيعيه، المكافحه الطبيعيه. والحاجه الاخيره اللي بنأكد عليها، الظل غلط. الظل يا جماعه اللي احنا شايفينه اهو، بنصور احنا واقفين في ظل. الظل غلط، لازم نبات يدخل له كفايته من التهويه وكفايته من الشمس. وبنؤكد تاني ان اي اصابات عندي بالطريقه دي تتجمع اول باول وتتحط في كيس ويتربط الكيس ويترمي بعيد. والجزئيه الاخيره اللي هنتكلم فيها، لازم ولا بد يبقى عندي رش حشري من اول شهر 3 لغايه شهر 10. كل 20 يوم، كل 20 يوم بالرش حشري.
مع تغيير المادة الفعالة. ده شيء مهم جدا جدا جدا، لازم نغير المادة الفعالة اللي أنا بستخدمها. رشينا الحشري مرة في التانية ما نكررهوش، لازم يبقى عندك على الأقل 6-7 مبيدات حشرية كل مرة بترش من مبيد معين، لأن كل مبيد يستخدم لأطوار معينة لحشرات معينة وهكذا. المبيد ما تكررهوش أكتر من مرتين، ويبقى معاك خافض pH باستمرار في الرش.